اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على بيست بوي، دونا تروي، وستار فاير. النهارده هنتكلم على شخصيه جديده وهو اكوالاد، ناخد فكره عنه عن قدراته في الكوميكس. اكوالاد هو شخصيه تبع دي سي كوميكس او زولي في الكوميكس. كان شهر فبراير سنة 1960. الكلام ده كان في العدد 269 من سلسلة الكوميكس ادفنشر كوميكس على ايد الكاتب روبرت بيرنستين. اكوالاد هي عباءة بطل حملها شخصيتين، اول واحد هو جارس، التاني جاكسون هايد. النهارده هنتكلم على جارس. الاوريجين ستوري بتاعت نيو ايرث، في مدينة في اطلانتس في الوادي الخافي اسمها شايرس. شعبها مسالم كاره للعنف، اسمهم الديلست. من 40 سنة في واحد اسمه صار، بيبقى الملك بتاعها، بيبقى عنده إمكانية الوصول لطاقة سحرية قديمة وقوية جدا. أخوه كان ساحر شرير بيعمل سحر أسود وشعوذة واستحضار للموتى. الملك بينفيه. بعد 20 سنة الساحر ده بيرجع بجيش من الأنضد، بس بنشوف إن الملك كان مجهز له جيش من الروبوتس. بنشوف إن الشعب بيتمرد على الملك وبيقتله، بينفوا مراته الحامل لبوسايدنس عاصمة أطلانتس. الملك قبل ما يموت بيعمل تعويذة سحرية بينفي فيها أخوه لبعد تاني. التعويذة دي بترتبط بطقوس سحرية تسمح لنسله في المستقبل إن يبقى عندهم طاقة سحرية كبيرة جدا. الطاقة دي من كتر ما هي كبيرة ممكن تحرر الساحر من البعد بتاعه. لذا بيتعمم قرار إن أي طفل بيتولد بعيون بنفسجي اللي هي رمز القوة لازم يتعدم في الحال، عشان هم كانوا خايفين إن الطفل ده ممكن بالغلط يحرر الساحر ده في المستقبل. الملكة في المنفى بتخلف جارس، طفل بعيون بنفسجية، لذا بينزل قرار ان هو لازم يتعدم. بس الساحر اتلان بينقذه، مش بس كده، ده بيعلمه ازاي يفضل على قيد الحياة. جارس بيقابل اكوامان، اكوامان بيبقى المنتور بتاعه، هما الاتنين بيعملوا عمليات كتيرة في البر والبحر. اكوامان لما بيبقى الملك، جارس بيبقى عضو في البلاط الملكي. بنشوف بعد كده ان جارس بيبقى عضو مؤسس في تين تايتنز، وان كان بعد كده بيبقى عضو احتياطي عشان نادرا لما بيخرج بره الميه. هو بيقابل تولا اكوا جيرل وبيرتبطوا ببعض. بنشوف ان تولا بعد كده بتموت في قصه كرايسيس ان انفينيت ايرثز بسبب الحزن وعوامل اخرى. جارس بيفقد القدره على السيطره على الكائنات البحريه، وان كان بيسترد القدره دي بعد كده. بنشوف ان هو يوما ما هو واكوا مان كانوا بيحققوا في شأن سفينه غرقانه، بيشوف واحده بيفتكرها تولا. اكوا مان بيقول له ما تروحش، بس هو مش بيسمع الكلام وبيروح لها بالفعل، وبيطلع ان دي مش اكوا جيرل، لا دي شارك جيرل. اهلها بيمسكوه بيكتفوه في صخرة عشان يموت، بس الساحر اتلان بينقذه في اخر ثانية، يعمل له تليبورت لبعد تاني. بيقضي سنين يعلمه ازاي يتحكم في قدراته السحرية. بعد كده بيرجعوا من البعد ده عشان يساعدوا اقوى مان في مهمة ليه، وبعد كده بيسيبوه عشان بيدوروا على مهمة وتحدي جديد. بيسمي نفسه اسم جديد وهو تمبست، بيرجع للوادي الخفي، بيتسبب بالغلط في تحرير عمه. الاتنين بيخشوا قصاد بعض في معركة وهو بينتصر عليه. بيقابل تولا اللي رجعت تاني على قيد الحياة، وللأسف بيبقى مجبر ان هو يموتها. بنشوف ان دولفين حبيبة اقوى مان بتسيبه عشان خاطر جارس، وده اللي بيؤدي لحدوث مشكلة ما بين جارس واقوى مان. بس بيحلوا المشكلة دي بعد كده. هو ودولفين بيقرروا يتجوزوا، تين تايتنز بيحضروا الفرح، هي بتبقى حامل بتخلف. وقت ما هي بتولد بنشوف ان في دولة تانية اسمها سيرديا بتهاجمهم وبيخطفوا الطفل ده. بيطلع ان كل ده مخطط كان عمله اوشن ماستر عشان يولع الحرب ما بين الدولتين. هما بينتصروا عليه وبيستردوا الطفل. اقوى مان كبادرة سلام ما بين الدولتين بيسمي الطفل ده سيرديان. في قصة انفاينايت كرايسيس بنشوف ان السبكتور بيهاجم اطلانتس وبيموت دولفين وابنها. اقوى مان بيموت بعد كده، بيجي واحد وراه يمسك الحكم شوية وبيسيبه. العرش دلوقتي فاضي، فجارس بيعلن عن نفسه ان هو ملك اطلانتس. في قصة بلاك سنايت بنشوف ان تولا ودولفين واقوى مان اللي اعضاء في البلاك لانترن كور بيهاجموه، هو بيموت. في خاتم اسود بيخش في صباعه، بيبقى عضو في الكور، بيرجع تاني على قيد الحياة، بس بنشوف ان الابطال بتهاجمه وجسمه بيتدمر تماما. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي ايه قدراته؟ بما انه اطلنطي فهو عنده امكانية الحياة تحت سطح الماء في اعماق المحيط، بيقدر يستحمل درجات الحرارة المنخفضة. عنده حاسة سمع قوية جدا ورؤية معززة تخليه يشوف أعماق المحيط. عنده قوة بدنية كبيرة جدا، بيعرف يشيل أكتر من 8 طن. سريع للغاية لدرجة إن هو بيسبح بسرعة 85 ميل في الساعة. بيتلاعب بالماء وعنده قدرة إن هو يتحكم في أشكال الحياة البحرية. قوة سحرية عظيمة خلته يسفر أطلانتس كلها للماضي ويعمل لها تليبورتيشن. بيعرف يعمل انرجي بلاستس من عينيه وإيديه. ايديه الشمال بتولد طاقة حرارية مرتفعة، وايديه اليمين بتولد طاقة باردة، بالإضافة لقدرات تانية زي السفر بين الأبعاد، تليبورتيشن، إسقاط نجمي، بيعرف يخفي نفسه، تليكينيسيس، الاستحواذ والسيطرة على أجسام الآخرين. هو عنده نقاط ضعف. النقطة الأولى إن هو من وقت للتاني محتاج يرجع للمية عشان ما يبقاش ضعيف. النقطة التانية
ان هو عنده عمى الوان، مش بيعرف يفرق ما بين اللون الاسود والاخضر والازرق. بالنسبه لظروف الاعمال الفنيه، لو هنتكلم على المسلسلات فهو ظهر في مسلسلات الانيميشن سوبرمان، اكوامان، اور اوف ادفنتشر، باتمان بريفون بولد، روبوت تشيكن، تين تايتنز جو، يونج جاستس، دي سي سوبر هيرو جيرلز، وظهر في مسلسل اللايف اكشن تايتنز. بالنسبه لظروف الافلام فهو ظهر في افلام الانيميشن تين تايتنز ترابل ان طوكيو، تين تايتنز جو تو ذا موفيز، فلاش بوينت، وجاستس ليج كرايسيس ان انفينيت ايرثز، وظهر في 4 العاب فيديو جيمز. بس كده دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على اقوى لاد جارس في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصيه دي؟ شايفها قويه ولا لا؟ شايف مين اقوى واحد من التايتنز اللي اتكلمنا عنهم حتى الان؟ هو ولا دونا تروي ولا ستار فاير ولا بيست بوي؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.